المسيح إلهنا يقول لك إيه النهاردة؟ ما تخافش، أنا بعرف أرعى أولادي صح. أنا اسمي الراعي الصالح، وسميت بهذا الاسم لأني بعرف أرعى أولادي بالرغم الظروف كلها اللي بتمشي حوالينا والحاجات الوحشة اللي بنشوفها حوالينا. لكن أسألك سؤال صغير، هل في يوم من الأيام نمت جعان؟ هل في يوم من الأيام نمت بردان مش متغطي؟ حصلت قبل كده في حياتك؟ كل واحد يفكر مع نفسه، حصلت قبل كده؟ ما حصلتش، بالرغم ممكن الظروف الصعبة اللي بنعيش فيها في بلادنا وفي غيره، لكن ربنا بيقول لك أنا بعرف أرعاك. ليه الواحد بيقلق؟ ليه الواحد بيعيش فينا في العالم قلقان من بكرة؟ زي ما قلت لكم، تفتحوا القنوات التلفزيونية كده تسمعوا بقى إيه بيشطوا في شعرهم، الغلاء والدولار اللي عمال يزيد والحاجة اللي مش موجود. ده تصديرات من الشيطان طول الوقت عشان يخليك دايما قلقان. أي أمر تتزنق فيه قول له يا رب بص بقى، أنا جيت لك الكنيسة وسمعت الشماس بيقولوا أنا هو الراعي الصالح. ممكن أنت ترعى بقى وتسدد الاحتياج ده؟ ما تلعبش دور ربنا. أنت هتقدر تعمل إيه في أي حاجة وحشة حواليك؟ هتقدر تعمل لها إيه؟ بس هو يقدر، لأنه هو ضابط الكل. فقول له خلاص يا رب، أنا جيت الكنيسة مرة وسمعت الشماس بيقول أنا هو الراعي الصالح، ممكن تسدد الاحتياج ده؟ يقول لك سيبهولي بقى، أشكرك، أنت ما تنشغلش بيه. مش رميت الكرة في ملعبي، خلاص ما تنشغلش بيه بالموضوع ده، أنا أعرف أعمله. أنت خلي عينيك وقلبك وفكرك مشغول دايما بالسماء.